منذ قديم الأزل والإنسان يقوم بالحكي وقص القصص على أهله وأصدقائه ومعارفه. فالإنسان البدائي عرف المحاكاة، فكان يسرد قصة صيده للحيوانات على أهله في عصور ما قبل اللغات. فالحكي كان وسيلته لتفريغ ما يقوم به في يومه والتعبير عما يدور بداخله. كذلك كل ما نراه من قصص على جدران المعابد والكهوف في مختلف الحضارات القديمة يعبر عن قدرة الإنسان على الحكي بأي وسيلة وبشكل تلقائي. استخدم قدماء المصريين تقنية السرد في كتابة القصص، ثم تطورت تلك التقنية وصار الكاتب يضع مقدمة تمهيدية بهدف إيجاد رابط بين عدة قصص على غرار قصص ألف ليلة وليلة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما مر 7 أيام على مولد الغلام اشتد في ساحة القصر الزحام، وتقدم صالح أخو جلنار وهو يحمل الغلام حتى وصل إلى شاطئ البحر، فترك البر وواصل سيره على صفحة الماء دون عناء. الحكواتي أو القصاص هو شخص امتهن سرد القصص في المنازل والمحال والمقاهي والطرقات، وكان يحتشد حوله الناس قديما، فهو لا يكتفي بسرد أحداث القصة فحسب، بل يتفاعل دائما مع جمهوره، وأحيانا يجسد دور الشخصية التي يحكي عنها. في فرق بين الحكاء او الحكواتي والحد اللي بيحكي حواديت. يعني الحكاء همه الاول والاخير والرساله بتاعته ان هو عايز يوصل الحدوته دي، عايز يشارك الحدوته دي مع الجمهور. لكن اللي بيحكي حدوته بيبقى مهتم انه يعرض الحدوته على الجمهور في صيغه ان خدوا اللي عندي ده. لكن الحكواتي لا، الحكواتي ده بيبقى بيحاول يوصل الحدوته وبياخد من الجمهور ويضيف على الحدوته ويضيف على ادائه علشان يطلع الحاله بتاعت الحكي اللي هي مختلفه ومتنوعه ومتغيره في كل مره عن الثانيه. فده الفرق ما بين الحكواتي واي حد تاني بيحكي او بيقول حدوته يعني. المونولوج هو حوار بين الشخصية الدرامية وذاتها، بمعنى آخر هو الحوار مع النفس. وقد نشأ هذا الفن مع نشأة المسرح، وكلمة مونولوج مكونة من مقطعين: مونو وهي كلمة يونانية تعني أحادي، ولوغوس وتعني خطاب، ومونولوج تعني شخص واحد يقف على المسرح مخاطبا نفسه. الفرق بس الوحيد ما بين الحكي المسرحي او المونولوج والحكي اللي هو كفن شفهي انه مفيش الحيطه الرابعه دي. يعني في المسرح في الاغلب الاضاءه بتبقى ضاربه في عين الفنان ومش شايف اساسا الجمهور، ومش لازم يتواصل مع الجمهور. يعني احنا بس اللي بنشوفه اليومين دول في المسرح مش هو المتعارف عليه، فكره انه الافيهات ونضحك الجمهور الكلام ده مش هو ده المسرح الحقيقي. المسرح الحقيقي بيبقى فيه جدار رابع،
لكن في فن الحكي مفيش جدار رابع. انت الجمهور بيلعب دور اساسي ومحوري في عمليه الحكي ده، لان انا مش بحكي في الفضاء، مش بحكي للهوا، لا انا بحكي للجمهور. وممكن جدا الجمهور ما يستقبلش الحدوته، فانا هغير في الحدوته وانا واقفه، او هغير في ادائي وانا واقفه. عشان كده الجمهور بيلعب دور. فالحكي بس الفرق الوحيد ما بينه وما بين المونودراما او الفن المسرحي بشكل عام في فكره الجدار الرابع ده. لكن ده فن ادائي وده فن ادائي، الاثنين فنون ادائيه، بس كل واحد بطبيعته يعني. أهم أدوات الحكوات هو فن الإلقاء، وهذه المهارة تتطلب الموهبة أكثر من التلقين، فهي أول ما يجعل الشخص ناجحاً في مجال الحكوات، فضلاً عن الخيال الواسع الذي يتطلب أحياناً من الحكوات تأليف قصة ذات طابع خيالي أو أدبي أو تثقيفي، وذلك حسب الفئة المستهدفة لسرد الحكاية من الناحية العمرية. ادوات الحكواتي يعني هي قريبه جدا من التمثيل، اللي هي العين والوش والحركات الجسم والوقفه، وكل هي زي التمثيل، بس بيتضاف عليها بقى انه احنا الحكواتي انا ما بحفظش الحدوته بتاعتي، يعني الحدوته مش هحفظها، لكن انا بشتغل على ان الحدوته تبقى انا وانا ابقى الحدوته. فده بعمله ازاي؟ بعمله في ان انا بشتغل على الحدوته كتير جدا 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 لغايه ما ابقى انا عارفه الحدوته، عارفاها كويس قوي. فده بيسمح لي ان انا لما اجي ادي يبقى عندي فرصه للاداء اكبر كتير جدا والابداع. لان انا لو مش عارفه الحدوته بتاعتي بفضل ايه، لا لحسن انسى حاجه، لحسن انا مش عارفه، لا. فالحكواتي بيشتغل كتير جدا على التكست بتاعه او الحدوته بتاعته علشان خلاص يبقى هو الحدوته واحد، فبالتالي يعرف بقى يستخدم الادوات التانيه. بدأ فن الحكي في الهند كنشاط ديني بين المجتمعات، حيث كان الشعراء والحكماء يسردون الملاحم مثل الرامايانا والمهابهاراتا، والتي كانت مستودعات للأخلاق والآداب تتجاوز كونها مجرد قصص. اكتر البلدان اللي بشوفها الحكي عندها متأصل قوي الهند، بحس ان هم متأصلين قوي في الحكي. لكن دلوقتي ابتدوا يكتشفوا الحكي في اماكن كتيره جدا. دلوقتي في اوروبا عندهم بقى منظمات الحكي كتير جدا، وفي امريكا وفي كندا وفي سنغافوره بقى اللي هو المكان اللي انا كنت بعمل فيه المنتورشيب. الجده والجد والناس الكبيره في العيله كانوا هم المسؤولين على ان هم ينقلوا الحواديت بتاعه المجتمع اللي بعديهم. ده دور مهم جدا. للاسف احنا حصل فيه تراجع، بس احنا ان شاء الله بنحاول نرجعه تاني يعني. بس في فكره انه الفن ده موجود عندنا في مش مصر بس، في العالم العربي كله احنا عندنا الحكي، فن الحكي فن اصيل يعني. يقوم الحكاء في العصر الحديث بتصنيف قصصه لكي تلائم جمهوره سواء من الكبار أو الصغار، وذلك كي يضمنوا تفاعل الجمهور مع الحكاية وتقبله لها. الاطفال كمان احنا بناخد ستيب كمان انه لا مش اي اطفال، انا بقسم الاطفال بالسن
وبقسمهم بالحاله الاجتماعيه وبقسمهم بالحاله لو في اعاقات او حاجه زي كده. فالاطفال كل سن ليه طريقه وليه نوع حواديت وليه نوع اداء مختلف عن السن التاني. يعني السن الصغير خالص 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 هم البيبيز مثلا بنحكي لهم حواديت قصيره. الولاد الكبار ال 12 و10 سنين بنحكي لهم حواديت قصيره برضه. يعني فاهمه؟ فهي كل سن ليه طريقه وليه حاجه نحكي بيها. الكبار بقى الكبار على فكره بيستمتعوا باي حواديت، حتى الاطفال يعني بيستمتعوا بحواديت الاطفال برضو، لان هم عايزين الفن ده وبيبقوا عايزين، لان عارفين في الاخر وفي الاول في الاخر الانسان كل البني ادم على وجه الارض بيحب الحدوته مرتبط بيها. فهي فكره ان احنا كلنا بنحب الحواديت. الكبار بس بندخل شويه بناخد راحتنا شويه، ممكن تطول الحدوته شويه، يعني بتبقى اعمق، بتبقى فيها يعني بيسموها ايه عناصر اكتر من الكتب بتاعت الاطفال او الحواديت بتاعت الاطفال طبعا. يعني كان في راجل معاه ابنه شاب راكبين قطر، قاعد قدامهم واحد راجل والست بتاعته. الولد كان بيبص في الشباك بطريقه غريبه جدا، وعمال يروح مع الشباك يروح مع الشباك يروح مع الشباك. المنظر كان غريب قوي، الست الراجل كانوا مستغربين. شويه الولد صرخ وقال لبابا بص يا بابا بص الشجر بيجري ورانا. الطريقه بتاعت الولد كانت طفوليه قوي، بس سكتوا. شويه نط الولد من الفرح وقال لبابا بابا السحاب بيجري معانا. الاب كان فرحان قوي وباصص لابنه بمنتهى السعاده، بس الست والراجل كانوا مستغربين قوي المنظر، مش فاهمين هو الولد ده بيتصرف كده ليه، ده شاب يعني طول وعرض. في الاخر ما قدروش يمسكوا نفسهم وقالوا للراجل يستحسن تعرضوا للدكتور. الراجل ابتسم قال لهم ايوه ما انا عرضت على دكتور واحنا لسه راجعين من المستشفى. اصل هو النهارده اول يوم يشوف فيه، هو كان فاقد البصر من يوم ما اتولد 24 سنه، لاول مره يشوف كل حاجه النهارده. كل واحد فينا عنده الحدوته بتاعته، بلاش نحكم على الناس واحنا مش عارفين الحدوته. الحقيقه ممكن تفاجئنا. فجعبة الحكواتي مليانة فيها كتير جدا جدا جدا، فأشوف بقى هستخدم ده هعمل ده. فدي أول حاجة بعملها مع الأطفال. لكن لو أنا رايحة مكان أنا عارفة أنا رايحة على مين، لا ببقى مذاكرة جمهوري كويس جدا، ببقى عارفة سن الأطفال، هل في حالة أخد بالي منها، في إعاقات أخد بالي منها، في حاجة المفروض نتكلم عنها، في حاجات المفروض ما نتكلمش عنها. بسأل أسئلة كتيرة جدا قبل ما أروح، وبعدين ألاقي الحدوتة أشتغل عليها زي ما قلت لك، وبعدين بقى أروح شوف اخبار الاطفال اللي احنا رايحين لهم ايه. ترتبط القراءة ارتباطا وثيقا بفن الحكي، فالحكاية ما هي إلا قصة شفهية لم يكتب لها التدوين، ويستطيع الحكاء أن يجذب جمهوره ويشجعهم على القراءة بأسلوبه الجذاب والممتع. ويحكى أن ده اللي كنت عملته قبل حكواتية على طول. ده كان مشروع الهدف منه ان احنا تشجيع الاطفال على قراءة الكتب، وكنا بنعمل بقى ورش وبرامج، وحتى يعني قبل ما نقفل على طول كنت عامله منهج بس ما لحقتش اشتغل بيه. يعني جت كورونا قفلت لنا الدنيا يعني، بس الحمد لله. وهو يحكى ان هو اللي دخلني عالم الحكي. انا قبل يحكى ان ما كنتش بفكر خالص ان انا هبقى في يوم من الايام حكواتيه او هاجي ناحيه الحكي ده خالص يعني. بس لما دخلت يحكى ان كان من ضمن الانشطه اللي بنعملها هو نشاط الحكي. وبعدين لما ابتدينا نعمله حسيت انه لا انا محتاجه اعرف ايه اصل الفن ده. ما هو اي فن في الدنيا ليه اصل، وساعتها ما كنتش مسميه فن على فكره،
ما كنتش لسه دخلت العالم ده. فلما رحت درست بقى وابتديت اقرا واشوف ده ايه العالم ده، ايه الفن ده، ايه ده، ابتديت بقى افهم عنه، وابتديت كمان اعلمه. يعني ابتديت كمان اقدر اقول انه في فن، وبقيت انا بقول ان في حاجه اسمها فن الحكي. ابتديت يعني في حاجتين عملتهم كنت متردده اعملهم، ان انا اقول عليه فن حكي، وان انا اقول على نفسي حكواتيه. ففي حاجتين ايه لما اطمنت شويه ان انا عندي معلومات كويسه ابتديت اقولهم. ففعلا لما ابتديت اقول عنه فن حكي ابتديت الاقي بقى كل المصادر وكل الناس وكل الحاجات اللي بتعزز الفكره دي وبتقويها يعني. حبايب الحلوين، كان يا مكان في سالف الأزمان أميرة من الأميرات، كانت كل شوية أيام تتكلم كلام وتؤمر أمر. في ليلة من ذات الليالي جت الأميرة تنام، الدنيا كانت برد. صرخت الأميرة، ندهت الوزير وقالت له: البرد ده إيه فايدته زي قلته؟ اسمع يا وزير، البرد ده ما بحبوش أنا، ما تخليهوش، حوشه من الدنيا. والأميرة قالت للوزير: هركب حصاني واسيب القصر واغيب عنه 3 أيام، واما ارجع بعد ال3 أيام مش عايزة برد في الدنيا أبدا، يا إما كده يا إما أحبسك. والوزير طبعا محتار، الدنيا ساعات تبقى برد وساعات تبقى حر، الدنيا ساعات تبقى تلج وساعات تبقى نار، ولا الوزير ولا غير الوزير يعرف يحوش حاجة. والأميرة ركبت حصانها. ما فيش أبلة فضيلة من الناس اللي كنت بحبها قوي وبحب أسمع صوتها. كمان كنت بحب قوي أسمع محسنة توفيق وصوت اسمه إيه، ياسين، محمود ياسين. كنت بحب طريقتهم قوي في الإلقاء برضه، هو مش حكي بس قريب من الحكي في طريقة الإلقاء يعني. فدول الناس اللي كنت بحبهم يعني. هناك الكثير من القصص التي وصلتنا من خلال المخطوطات وأوراق البردي، ترجع لعصور مصر القديمة، مثل قصص الأخوين والأمير المسحور، وقصة رحلة الكاهن، ونأمون إلى لبنان، والزوجة الخائنة، والفلاح الفصيح، الملك خوفو والصحراء، سنفرو وفتيات القصر، الساحر ديدي يعيد الحياة، بجانب قصص نوحي والملاح التائه، وبعض القصص الأسطورية مثل نجاة البشر، والصراع بين حورس وست، وحيلة إيزيس. الفن الحكي زي كل الفنون هتضطر ولازم ان هي تخش عالم الانترنت والميديا او كده، لانه محتاج برضو يظهر ويتشاف يعني. فانا ذات نفسي خلاص بقيت بعمل فيديوهات على اليوتيوب، وبقيت بعمل كونتنت على التيك توك، لازم يحصل له التطور ده. الانترنت موجود وفي حاجات كتيره جدا، لكن انا مثلا رحت اتعلمت عند فرقة الورشة حسن الجريتلي. حسن الجريتلي من أقدم الناس اللي قدموا فن الحكي في مصر وعرفوا مصر عليه يعني، وأعاد إحيائه يعني. فطبعا ده من أهم الأماكن، وفي أماكن كتيرة يعني. حسن الجريتلي طلع عارفة عبد الرسول، طلع سيد رجب، طلع كل الناس دي برضو بتعلم حكي برضو. فدول من أهم الأماكن. وطبعا لو حد حابب يعرف حاجة في المسرح برضو بيساعد يعني. زمان في بلاد الهند كان في ست عايشة مع ابنها في قرية صغيرة. الست دي كانت بتشتغل في الفلاحة، كانت كل يوم الصبح تطلع على الأرض تقلع وتزرع، وآخر النهار يدوها شوية حبوب تروح بيها السوق تجيب بيها دقيق وأكل وترجع تاكل هي وابنها. وفي مرة قالت تسأل ابنها لو محتاج حاجة، وقال لها: أيوة يا ماما، أيوة أنا عايز طبلة، أنا عايز ألعب بالطبلة. الأم كانت عارفة
إن هي مش هيبقى معاها فلوس تجيب الطبلة لابنها، بس راحت السوق وزي ما عملت حسابها ما تبقاش معاها فلوس. بس وهي راجعة قالت ما ترجعش بإيديها فاضية، ودورت على حتة خشبة حلوة كده عشان ترجع بيها لابنها، وفعلا رجعت لابنها وادته الخشبة. الولد في الأول ما كانش عارف يعمل بالخشبة إيه، بس الولد كان قلبه حلو، أخد حتة الخشبة وطلع يلعب بره. زمان زمان في فلسطين الحرة كان في راجل نساج. الراجل ده كان كل يوم الصبح يروح يفتح المحل بتاع النسيج بتاعه ويشغل المنوال الخشب الكبير بتاعه جدا جدا، ويحط الخيط بتاعه في المنوال وياخد المكوك بتاعه ويروح بيه رايح جاي رايح جاي. وهو بيعمل كده كان بيقعد يغني: روح مكوك تعالى مكوك عندي مالي كفي ملوك، روح مكوك تعالى مكوك عندي مالي كفي ملوك. في يوم من الأيام كان معدي جنب المحل بتاعه حرامي وسمعه وبيت النية، بس أنا هروح أسرق الراجل ده. وفعلا أول ما الليل ملايل دخل كسر الدكان ودخل يفتش على الفلوس في سلقط في ملقط مش لاقيها، تحت الشلت تحت كرات النسيج مفيش خالص، لغاية ما لقى حاجة طالعة من تحت المكوك، من تحت رجل المكوك. قام شال اللي عليها لقى زلعة مليانة نصها ذهب. قال حلو، أخدها تحت باطه يا فكيك طلع بره. المهم عدى كام يوم كده وقال يمشي يعدي يشوف اخبار الراجل النساج ده ايه. قال زمانه بيلطم ويعيط على الفلوس اللي اتسرقت منه. راح لقى الراجل وقاعد قدام مكوكه وماسك مكوكه وعمال يغني: لو خلاها كملناها لو خلاها كملناها. خبط على راسه قال يا نهاري، صحيح انا ايه اللي يخليني اخد نص زلعه؟ انا ارجعها واستنى لما يملاها كلها واخدها. وفعلا اللي قليل دخل فتح الدكان حط الزلعه مكانها وجري. عدى كام يوم كده وقال لما ينزل يشوف كده اخبار الراجل ايه. عدى من جنب المحل بتاع النساج لقى برضه النساج قاعد على مكوكه ماسك على منواله ماسك مكوكه وعمال يغني: يا كداب يا صعلوك رجع المال قول مبروك، يا كداب يا صعلوك رجع المال قول مكوك، روح مكوك تعالى مكوك عندي مالي كفي ملوك. وتوته توته خلصت الحدوته. انا هقول لهم وبقول دايما ان الموضوع مش محتاج قدرات خاصه. اولا هو الهدف الرئيسي من حدوته قبل النوم او الحكي ان انت يحصل تواصل ما بينك وما بين الطفل. الحكي او القراءه اللي قبل النوم او الحدوته قبل النوم بتعمل الكونكشن دي، بتعمل التواصل ده. ومش مطلوب على فكره حتى لو من غير كتاب، حتى لو هتحكي حاجة حصلت لك في اليوم، حتى لو هتخليه هو يحكي لك حاجة، المهم ان الشوية دول يبقوا موجودين. الجد والجدة بقى دوركم مهم جدا جدا جدا، لان الحكي هي الطريقة اللي انتوا بتسيبوا بيها اثاركم، اللي بتسيبوا بيها انتوا عايزين تقولوا ايه. فما تبخلوش على اولادكم بحاجة حلوة زي كده. اقرا كتير جدا، يعني في انا عارفه ان مفيش كتب كتير عن ده، بس يعني في على النت حاجات، فاقرا افهم اعرف ايه هو فن الحكي ده، خد كورسات، روح المسرح شوف الناس بتعمل ايه. يعني بصي اللي عايز يعمل حاجه هيعملها والحاجات موجوده. وعايزه اقول لك على حاجه برضو، انا في حاجه انا اتعلمتها
احنا لما الواحد بياخد نيه ان هو عايز يعمل حاجه، ربنا بيفتحها، هتلاقي ظهر لك حاجه من هنا، ظهر لك حاجه. فانت لو فعلا عايز تتعلم الحكي، خد النيه، دور، هتلاقي 100%. ربنا يوفق الجميع يا رب. على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل وتغير وسائط عرض القصص، إلا أن للحكاية الشفهية سحراً خاصاً يأخذك لعالم آخر تعبر فيه عن كل ما يجيش بصدرك، وتتعامل فقط مع الخيال، تحلق بعيداً عن كل شيء، فالقصة وحدها تستطيع أن تعبر بك الزمان والمكان. توتة توتة، خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش مبتوتة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.